اهلا ومرحبا بكم، معكم علاء باكر. وقبل ما نبدأ، لو لسه مشتركتش في القناة فممكن تشترك دلوقتي عادي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على زر اللايك علشان بدعم. نصلي على النبي ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ بفاليت وهي قاعدة مع مريضة نفسية، وكانت بتساعدها انها تحاول تتخطى كل المرار الطافح اللي مرت بيه. وبعد شوية بتجيلها رسالة من هنري، وده يبقى صاحبها، وبيقول لها مش ناوية بقى تيجي نغير جو. وهوبا بتلاقي اخينا ده بيخبط على الشباك، والغلبانة كانت هتروح فيها من الخضة، وبيقول لها انه عاوز يشوف العداد. وبعد ما بيمشي بتدخل هي عشان تشوف توبي ابنها، وبتقعد تلعب معاه شوية لحد ما بتيجي اختها جين، اللي اول ما بتشوفها بتقول لها انت متاكده انك رايحه ميعاد غرامي؟ اصل هدومك دي اخرها يعني معلش يعني زياره لمحكمه الاسره. ما تخش يا منيله، انت هاتيلك فستان عليه القيمه. ونسيت اقول لك يا عزيزي ان فاليت بتكره كل الرجاله بسبب معامله ابو توبي ليها زمان، ولسه يا دوبك اللي بتفكر انها تعيش حياتها وتحب وتتحب. واخيرا بتقتنع انها لازم تتزوق وتلبس الحته اللي على الحبل، وبتقول لجين خلي بالك من توبي لان دي اول مره اخرج واسيبه. وبتقول لها كمان ان ميعاد نومه الساعه 8، وبتعرفها ان كاميرات البيت شغاله عشان يعني لو حست باي قلق. وبتاخد بعضها وبتروح على المكان اللي هنري قال لها عليه، بس بتوصل قبله بشويتين، وبتضطر انها تقعد تستناه في البار. في الوقت ده بيبعت لها رساله انه خلاص على وصول، ومن كتر حماسها كانت ماشيه بتتخبط في اللي رايح واللي جاي، لدرجه ان البنت اللي شغاله بتقول لها باين عليك القلق والتوتر قوي، شكلك كده اول مره تقابلي حد. فبتعرفها انها بقالها 5 سنين كارهه صنف الرجاله. وشويه وبيروح ريتشارد الرخم ده ويقول لها ممكن نتعرف؟ قالت له لا ثانك، عندي ميعاد مع واحد قد عيالك. بس بعد شويه كمان بيروح عازف البيانو بتاع المطعم، وبيسالها لو حابه تسمع اي اغنيه على ذوقها النهارده. اصلها بصراحه حته كنافه بالقشطه، وكان اغلب الرجاله معجب بيها. وبتعرفه انها بتسمع بيبي شارك عشان ابنها على طول متيم بالاغنيه دي. وبيوصل هنري وبيعتذر لها عن التاخير، وبياخدها عشان يروحوا يقعدوا على الترابيزه اللي حاجزها. وبيقول لها هنري معلش ان على طول ماشي بشنطه جحا دي، اصل ما اقدرش اتحرك من غيرها لانها فيها الكاميرا بتاعتي وبالنسبه لي مهمه جدا. وبيفضل يقول لها انه مش مصدق نفسه انها اخيرا يعني وافقت انها تقابله، لان بقى لهم فتره كبيره جدا عارفين بعض. وفي الاول كانت فاليت رافضه نهائي حوار المقابلات ده، وبتعرفه انه اول واحد توافق انها تشوفه لانه ما طلبش منها خالص انها تبعت له صور بقى وشغل العيال الصغيره ده. وبتقول له معلش هتلاقيني كل شويه ببص على تليفوني لان دي اول مره اسيب توبي لوحده. وعلى طول بيفتكر انه جايب هديه لتوبي، وبيقول لها قولي له اونكل هنري بيمسي عليك. وشويه وبيدخل عليهم مات، وبيقول لهم انه هيكون في خدمتهم الليله، وبيعرف انهم اول مره يشوفوا بعض. بس بتيجي رساله لفاليت وبتقول وافقي على طلب الصداقه، وبتعرف هنري ان العيل الممل ده كل شويه يبعت لها. وبعد شويه بيبعت لها ويقول لها سهره سعيده يا حلوه. فبتقول لهنري انها حاسه ان اللي بيبعت الرسايل ده موجود معاهم في المكان، وبيفضلوا يبصوا حواليهم بس كان كل واحد قاعد مشغول بالحته اللي معاه. وشويه وبتستغرب اكتر عشان اللي بيبعت الرسايل طلع عارف اسمها، وهي اصلا ما بتقولش اسمها لاي حد. وهنري بيعرف عن طريق برنامج معين ان اللي بيبعت لها رسايل موجود معاهم في المطعم، وبيقوم يجرب من تليفونه، وبيعرف ان الحمام هو المكان الوحيد اللي ما فيهوش شبكه، يعني اللي بيبعت رسايل من الموجودين في المطعم. وهوب بتجيلها رساله تانية وبتقول ما تحاوليش مش هتقدروا تعرفوا مكاني. وده بيخلي دماغهم تعمل ايرور ويتاكدوا فعلا انه موجود معاهم. ولسه مات جاي عشان ينزل المشاريب، بتيجي رساله بتقول بص على كاميرا البيت يا حلوه. وبسرعه بتشغل الكاميرات وبتشوف ابنها واختها، وفجاه بتشوف المنيل ده بيشاور لها وكان في بيتها وماسك سلاح في ايده، وبتتوتر وبتحس ان الدنيا بتلف بيها. وبيفضل هنري ينادي عليها، ولسه هتقول له الحقني يا هنري بيقول لها الراجل المطرطش اوعي تفتحي بقك بكلمه. وبسرعه بتقوم وبتقول له هتصل اكلم جين ضروري. وما لحقتش الغلبانه تتصل تبلغ الشرطه لانه بعت لها قال لها ان تليفونك متراقب، وانا شايفك وانت بتحاولي تتصلي بالشرطه، ولو فكرت تتصلي بحد هكا ولا هكا اعرف ان ابنك هيموت. وكمان لو فكرت تمشي وتسيب المطعم برضه هيموت. يعني من الاخر ارجعي واقعدي مكانك لحد ما اقولك تعملي ايه بالظبط. والغلبانه كانت هتموت من الرعب، وبتخبط في المنيل ده اللي من اول الفيلم رايح جاي يخبط فيها مفيش غيره. وبيقول لها خير مالك بتعيطي ليه؟ قالت له مفيش من الفرحه. وبتاخد بعضها وبتجري على الحمام، وبتفضل تبص على كاميرات البيت. واول ما بتسمع صوت بنات دخلت الحمام بتخرج تجري عليهم وبتقول لهم الحقوني. لكن بتجيلها رساله تقول لها اوعي تطلبي من البنات مساعده. ايه يا ابني مالك في إيه؟ انت قاعد معاهم في الحمام كمان. فبتطلب منها قلم كحل عشان تظبط مكياجها، واول ما بتاخده بتحاول تكتب لها انها في ورطه، لكن للاسف النحس كان معاها قوي وبيكسر سن القلم. وبتفضل تشاور للبنات انها مش هتقدر تتكلم عشان سمعها، بس هم خافوا منها وافتكروا انها تقلت في الشرب. وبتفضل تدور في المكان وبتقدر تشوف المايك اللي في الحمام، ولسه هتشيله بتلاقي واحده داخله عليها، فبتاخد بعضها وبتطلع.
ولما بتروح لهنري بيفضل يسألها مالها لأن باين عليها الخوف والتوتر، فبتعرفه إنها قلقانة حبتين على توبي عشان من ساعة ولادته ما بعدتش عنه، لدرجة إنها بتخلي الواد الغلبان يفتكر إن هو اللي بعدها عن ابنها. وفجأة وهو بيتكلم معاها بتشوف المايك اللي على الترابيزة وبيفضل يبعت لها ويزاولها وبيقول لها تفتكر أنا مين في كل الموجودين، وخلاص يا عيني كانت هتتجنن. وشوية وبتقول لهنري إنها متوترة من المكان عشان عندها فوبيا من المرتفعات والترابيزة قدام الإزاز. وعلى طول بيطلع جنتلمان وبيطلب من مات إن يغير لهم المكان، ولسه يا دوبك مات بيقول لهم يلا لقيت الترابيزة بعيدة بتجيلها رسالة إنها لازم ترجع تقعد مكانها، فبتقول له لف وارجع تاني معلش خلاص الفوبيا راحت. وبتعرفه إنها عاوزة ترجع تستمتع بالفيو الجامد ده، وبتاخد بالها إن حوالين الترابيزة كله كاميرات، وبيبعت لها تاني إنها تفك وتفرفش كده شوية عشان لو هنري أخد باله هيخلص برضه على توبي. ويا عيني بتفضل تضحك من غير سبب زي المجانين، وبقت خايفة لا كح ويخلص على توبي. وبيجيلها رسالة يلا بقى يا حلوة جه وقت الشغل، وبيطلب منها تاخد فيلم الكاميرا بتاعت هنري بأي شكل، وما كانتش عارفة تعمل كده ازاي. وبتيجي في دماغها فكرة انها تعمل ان ساعة الايد بتاعتها ضاعت، وفعلا بتعمل كده وبتطلب من هنري يقوم يدور عليها. وفي الوقت ده بتفتح شنطته وبتاخد الفيلم بسرعة قبل ما هنري يرجع، وبيقول لها هنري ندور كتير على الساعة بس للأسف مش لاقيها. وبيجيلها رسالة تانية إنها تدخل الحمام، فبتعرف هنري إنها ممكن تكون وقعت في الحمام، وبتاخد بعضها وبتروح على الحمام، وهناك بيبعت لها إنها تكسر الفيلم وترميه في الحمام. وفعلا برضه بتنفذ كل كلامه بالحرف، وبتروح تقرب من السماعة وبتقول له بعدين أنا عاوز أروح لابني أو خلي الراجل بتاعك ده يبعد عن بيتي حالا. فبيقول لها مستعجلة ليه؟ أنا لسه مخلصتش طلبات. وبيطلب منها تفتح درج الفوط، والصدمة بقى إنها بتلاقي إزازة سم، وبيعرفها إنها تحطها لهنري، وبيطمنها إن مفعولها سهل جدا يعني هيموت على طول ما تقلقيش. والصدمة بقى بيقول لها الحوار مش جديد عليكي، هو أنت مش قتلت قبل كده برضو ولا أنا بتهيألي؟ وما كانش قدامها غير إنها تسمع الكلام. وأول ما بتطلع بتلاقي البنت المسؤولة بتقول لها لقيت الساعة، فبتعرفها إنها لسه بتدور عليها. وأول ما بتشوف التليفون في إيديها بتاخد بعضها وبتروح وراها. وأول ما البنت بتروح تكمل شغلها بتجري تمسك التليفون وبتتصل بالشرطة، ولسه بتقول عاوز أبلغ إن ابني مخطوف، هوبا الشبكة بتفصل وبتعرف إن في حد قطع الخط. حتى لما حاولت إنها تبلغ عن طريق النت برضه الجهاز فصل. وبيجيلها رسالة منه وبيقول لها فكك بقى من شغل الهبل ده، انت ما بتتعامليش مع عيل صغير تتموتوا، انا عارف كل خطواتك. وبيأمرها انها ترجع عند هنري، بس الاول بتشوف في الكاميرا الراجل اللي كل شويه يخبط فيها، فبتشك فيه على طول وبتفتكر كل اللي حصل معاها، وبتاخد بعضها وبتروح له وبتسأله عن سبب وجوده في المطعم لوحده. فبيعرفها انه عازم اخته على العشاء وانها على وصول. واول ما بتلف ظهرها عشان ترجع مكانها بيبعت لها المطرطش انها ضيعت وقت كتير وده مش في صالحها. وهوبا بتشوف ان هنري بيدفع الحساب، وبيقول لها انه ملاحظ انها متوتره كده وقلقانه على توبي، وانه كمان مقدر مشاعرها ومش عاوز يحرجها. وبيقول لها انه هياخد بعضه ويمشي، وانه مبسوط جدا انه اتعرف عليها. واول ما بياخد الشنطه بتقول له انها عاوزه اكمل السهره. في الناحيه التانيه بتشوف ريتشارد وحبيبته كانت بتزعق فيه، وبتاخد بعضها وبتمشي وكان صعبان عليها. وبيبعت لها المنيل انها تنجز عشان جاب اخره. وفجاه بتلاقي عازف البيانو بيشغل الاغنيه اللي بتحبها، وهنا بتجيلها فكره انها تكتب له على الفلوس انها في ورطه وانه لازم يتصل بالشرطه، ومات بياخد الفلوس عشان يوصلها على سبيل التحيه يعني. وشويه واخينا بيلم الغنيمه اللي جمعها وبيقوم، وكانت فالت عينها عليه وعاوزه تعرف هياخد باله من الكلام ولا ايه، وبتتاكد انه قرا الكلام وفهم، وكانت عينيها عليه. بس للاسف بيكون المكان زحمه ومش بتقدر تعرف هو اتصل ولا عمل ايه. وبيرجع تاني يقعد على البيانو، وبعدها العشاء بيوصل. واول ما بتيجي تاكل بتلاقي الفلوس اللي كتبت عليها، فبتعرف ان المطرطش فهم انها غدرت بيه، وكمان بيبعت لها انها خسرت ثقته فيها. وبتفضل تتاسف له وتعتذر، وبتقول له انا اسفه معلش وانها هتكمل المهمه. فبيقول لها وادي روح تاني هتموت بسببك. اول ما بتلف وراها بتلاقي عازف البيانو مرمي على الارض، وبيعرفها ان كل ما تتاخر كل ما الضحايا هتزيد. وبتشوف المنيل لسه موجود في بيتها، والكارثه بقى انه بيدخل على جين اختها وبيضربها، وبيكون توبي شايفه وبيجري عشان يستخبى. وبتفهم ان الضحايا الجايين هيكون ابنها واختها، وبتفضل تتوسل لمطرطش انه يديها فرصه اخيره، فبيقول لها دي اخر فرصه ليكي. وبتشوف ان عازف البيانو فاق تاني وبيروح على الحمام عشان يغسل وشه، ولسه هتحس انها مطمنه عشان الراجل فاق. بعت لها وقال لها مش هيقدر يوصل لباب الفندق وهتكون روحه طلعت، اصل السم اشتغل معاه. وبيعرفها ان المره الجايه هيكون اختها وابنها. وهنري ما كانش عارف هو اللي نحس ولا هي اللي نحس. وبتقول له فاليد ايه رايك اقوم اعمل لك كسب نفسي عشان نفك كده بدل التوتر اللي احنا فيه.
واول ما بتقوم عشان تجيب كاسين بيشوف هنري الساعه بتاعتها اللي كانت بتقول انها ضاعت، وبيعرف انها كدابه لان الساعه معاها في الشنطه. اما فاليت كانت بتجهز المشروب ولسه هتحط السم فيه، بيبعت لها انها تعمل كده على الترابيزه. واول ما بترجع لهنري بيديها الساعه وبيسالها على سبب الافلام اللي عماله تعملها دي، وبيفضل يقول لها اتكلمي لو في حاجه يا ست انا حابب اساعدك. لكن للاسف الغلبانه كانت في عالم تاني وكانت هتموت من الرعب على ابنها، وبتفضل تفتكر زمان لما المنيل جوزها كان مطلع عينيها، وبتفضل تقول له انها عاشت حياه صعبه وان جوزها كل شويه يضربها وانها استحملت بس عشان خاطر توبي ابنها. فبيواسيها هنري وبيقول لها انه شاف فيها الحب اللي بيتمناه، بالرغم يعني انه مش بيآمن ببرامج التعارف دي لان كلها تمثيل في تمثيل ومحدش بيظهر وشه الحقيقي، وانها الوحيده اللي قدرت تغير له تفكيره لانها صريحه ومش متصنعه. فبتقول له انها غلطانه وبتعرفه ان توبي ابنها عانى معاها وكان دايما بيشوف ابوه وهو بيبهدل فيها، وانها كل ما تحاول تنسى وتعيش حياتها تحصل حاجه ترجعها لورا. فبيعرفها انها مش لوحدها اللي شافت صدمات، لانه اتصدم في ناس كتيره قوي كان فاكرهم ملايكه وطلعوا شياطين، ودول يا عزيزي بنقابلهم كتير كل يوم. وبيعرفها انها لازم ما تفقدش الامل طول ما هي عايشه، وعشان كده هو جاي يقابلها على امل يعني انه يلاقي الحب الحقيقي. والصراحه يا عزيزي الاتنين كانوا ماسوره احزان واتفتحت. فبيقول لها هنري فك كده وكفايه احزان، تعالي نشرب كاسين نروق نفسنا بيهم. وبتطلب منه يجيب ليمون عشان نسيت، واول ما بيروح عشان يجيب الليمون بتطلع ازازه السم وبتحط في كاس هنري لان ما عندهاش حل تاني. ولما بيطلب هنري من البنت ليمون بتستغرب وبتقول له انها عرضت على فاليد بس هي قالت انها مش بتحب العصاير بالليمون. فهنري دماغه بتعمل ايرور. في الوقت ده بتيجي رساله لفاليد انها تستعد، وبيجي هنري ومعاه الليمون ولسه هيرفع الكاس بتعمل نفسها انها بتاخد كاسها وبتدلق عليه الكاس، وبتفضل تعتذر له انها وقعت الكاس عليه. واول ما بيروح الحمام عشان ينظف هدومه المطرطش بيبعت لها وبيقول لها انت كده يعني مفكره نفسك البنت الذكيه. وبتجيلها البنت اللي اتصاحبت عليها في البار وبتقول لها مالك شكلك غريب كده من ساعه ما جيتي، وانها ملاحظه التصرفات الغريبه بتاعتها، وبتقول لها لو هنري هو اللي مضايقك عرفيني انا هساعدك انك تمشي وتسيبيه. وبتفضل تطمن فيها بس بتعرفها فاليد ان الراجل جنتل معاها على الاخر، وبتفضل تسالها على الموجودين في المكان. وهنا بقى بتعرف فاليد من كلامها ان ريتشارد كان عمال يراقب فيها طول القعده، وبتتاكد ان هو اللي بيعمل فيها كده، والبنت الغلبانه فاكره معجب والهان، لكن للاسف طلع هو الشيطان. وبتاخد فاليت الكاسين وبتروح عليه، بس ريتشارد كان لسه لابس ماسك الملاك وبيفضل يكلمها بكل حب واحترام. بس خلاص بقى فاليت كانت بدأت تجمع الخيوط ببعضها، واول ما بيقول لها انا معجب بيكي يا فاليت قالت له وانت عرفت اسمي منين؟ وبيبدأ يتوتر ويتفضح وبيقول لها عجبني ذكائك، وبيطلب منها تقعد وبيعرفها ان كل خططها فشلت لانه كان متابعها كويس، وبيعرفها ان الترابيزه بتاعته هي الوحيده اللي خارج الكاميرات. فبتعرفه انها حتى لو خلصت على هنري اكيد في نسخ احتياطي من جرائم الاختلاس بتاعته، وانه هيتفضح اكيد دلوقتي او بعدين. فبيقول لها ما تشغليش بالك انت، دي كمان عندي حل ليها، وطول ما الجيب مليان الكل هيسكت. وكمان بيعرفها انها مش هتقدر تثبت عليه اي حاجه، وكمان هي مشكوك فيها بسبب قضيه قتل جوزها. فبتعرفه انها ما عملتش حاجه وانه خلص على نفسه بنفسه، وبيعرفها ان هو اللي خلص على عازف البيانو لانه بس فكر انه يساعدها، وبيرمي اللوم عليها. وبيقول لها كمان ان الكاميرا اللي قدام ترابيزتها سجلت لحظه ما حطيت لهنري السم، يعني خلاص مفيش امل انها تهرب. وشويه وبيوصل هنري وعلى طول ريتشارد بيعزم عليه بالكاس، وده يا عزيزي الكاس اللي فيه السم. وفي ثانيه الا ثانيه الغلبان بيرفع الكاس وبيقول لفاليت انه مستنيها على الترابيزه، وبيبلغ ريتشارد باقي اعوانه ان هنري شرب السم. وبيكمل ريتشارد اكله عادي جدا عقبال ما السم يشتغل بقى مع هنري. واول ما بيقرب يخلص طبقه بتقول له فاليت ما تيجي بقى تاخد المفاجاه الحلوه دي مني، هو انت ما تعرفش ان الستات لما بتشغل دماغها الدنيا بتتقلب. وبتعرفه انها استغلت كلامه مع هنري وحطت السم في طبق ريتشارد، وانها كانت بتمثل في الكاميرا انها حطت السم لهنري. فبيتصدم وبيقوم زي المجنون وبيمسك السلاح وبيفضل يجري ورا فاليت، واللي كان بيجي قدامه كان بيخلص عليه، حتى الغلبان هنري خد رصاصه في كتفه. وبسرعه بيتصل ريتشارد بالراجل بتاعه وبيقول له يخلص على توبي وجين. في الوقت ده بتستغل فاليت ان الرصاص شرخ الازاز، وبتحدف اللعبه اللي هنري جابها لتوبي على الازاز وبيتدغدغه كله. ومن شده الهوا بيطير ريتشارد وبتحصله فاليت، بس بتلحق تمسك في مفرش الترابيزه المتعلق، بس بسرعه بينقذها هنري وبيقول لها تاخد عربيته وتروح تنقذ ابنها وانه هيبلغ الشرطه تلحقها. بس الاول بتاخد معاها تليفون ريتشارد وبتاخد بعضها وانظرن على الجراج، وبتاخد عربيه هنري وبتشغل تليفون ريتشارد، وبيكون شايفه اختها وشايفه الراجل المطرطش اللي عندها، وبتفضل تتصل عليها عشان تلحقها. واول ما بترد جين بتقول لها انه وراها، وبتقوم بقى معركه بينهم، وبتصرخ جين على توبي عشان يهرب، وكان الراجل وراهم وبيضرب جين رصاصه في كتفها، وبيروح عشان يخلص على
توبي، بس كان قدر يستخبى منه. في الوقت ده بتوصل فاليت وبتضربه بالسكينة في كتفه، وبتكمل العركة على رأي العوضي. ولسه المنيل هيخلص على فاليت، قال لها لازم تعرفي انا مين الأول. وبيطلع الراجل اللي كان عاوز يشوف العداد في أول الفيلم. وبسرعة توبي بيبعت السلاح لأمه على العربية اللعبة بتاعته، ومن غير تفكير كتير بتخلص عليه، وبتجري تاخد ابنها في حضنها وبتنقذ أختها. وبعد فترة بيتقبض على كل النصابين بعد ما الحكومة اتأكدت إنهم سرقوا أموال البلد. وفي الوقت ده بيكون هنري في المستشفى، وبتروح فاليت عشان تطمن عليه، أصل هو وأختها محجوزين في نفس المستشفى. هو المخرج مش عايز يعمل لعبكة يعني. وبتقول له كانت مقابلة مهببة على دماغك، بس هنري يا عيني كان معجب بيها جدا، وبيعرض عليها الجواز لأنه حس إنها شخصية طيبة. وبيخلص الفيلم على كده. لايك يا عزيزي وما تنساش تقول لي رأيك في كومنت، واشوفكوا الفيلم الجاي.